وانت بتدور على وظيفة ومفيش اي مكان مريحك، بتظهر لك كلمة كده دايما بتسمعها وانت مش فاهمها، او بتقول لنفسك لا دي مش بتاعتي، او انا ما فهمش في الموضوع ده اصلا. ولكن لما تقرب من التفاصيل هتكتشف ان فايتك كتير. كلمة فريلانس يعني الحر او المستقل، وهي عبارة عن مهارة بتكون عندك وبتتحول لخدمة بتقدمها للي محتاجها. زي انك مثلا تكون بتعرف تترجم مقالات، او بتشتغل في البرمجة، او بتعرف تعمل مونتاج للفيديوهات. اي شغلانة تتعمل وانت قاعد في مكانك بتعتبر فريلانس. بس ميزتها بقى ان انت بتكون من غير عقد مع العميل، يعني انت بتسلمه الخدمه بتاعتك ولو عجبته بيحاسبك عليها وخلص الموضوع على كده. فانت مدير نفسك وانت اللي بتحدد مواعيدك واسعارك كمان. طيب، هل الفريلانس ده يعتبر وظيفه ولا بيزنس؟ هو طبعا في الاول وانت لسه ما عندكش عملاء كتير بيعتبر كانك شغال في وظيفه، بس لوحدك، يعني من غير مدير بقى يقعد يكفر سيئاتك ومواعيد ودوام. بس مع الوقت ومع تنمية مهاراتك ممكن تتحول في الآخر لبزنس كبير جدا، ويبقى عندك مكان وفريق يشتغل معاك كمان. وفي أمثلة كتير جدا لناس اتحولت من مجالها الأساسي وراحت لشغل الفريلانس والموضوع ماشي معاهم آخر حلاوة زي الفل. والميزة برضو في المهنة دي إن اللي بيشتغلها ممكن يبقى طالب في مدرسة أو جامعة أو ست بيت، أو حتى ست بيت بتشتغل عادي مش مشكلة. يعني ممكن تبقى مهنة جانبية لمهنتك الأساسية، وطبعا ممكن تدخلك فلوس أحسن من وظيفتك الأساسية لو يعني انت شديت حيلك فيها وتعلمت مهارات مش عند اي حد. في ناس هتقول لي يا عم خلاص الفريلانس ده راحت عليه لان الذكاء الاصطناعي دلوقتي خلاص قضى على كل المهام اللي كنا بنعملها. اقول لك لا، في حاجات لسه الذكاء الاصطناعي ما بيقدرش يعملها بدقة. هو ممكن يكون قضى على بعض المهام الروتينية العادية زي مثلا ايه، الترجمة، التلخيص، كتابة المقالات. ولو اني شايف برضو ان هو يعني مش شاطر فيها قوي. شوف انا عمال اقول هو كأنه بني ادم، بس في حاجات كتير جدا لسه ما بيعملهاش بشكل دقيق، وقدامه كتير جدا على بال ما يكون تمام التمام. بس خد بالك، الكتير دي مش هتكون سنين، التطور بتاعه سريع جدا. بس لحد وقتنا ده لسه ما نقدرش نقول انه قضى تماما على البني ادمين لسه. اللي ينفع اعتمد على الفريلانس كمصدر دخل اساسي؟ اقدر اقول لك ايوه، لان الفريلانس زيه زي اي شغل طبيعي. يعني ممكن تكون شغال في مكان والمكان ده فجأة لاي سبب من الاسباب يقفل او يستغنوا عنك في اي وقت. نفس الكلام برضو مع الفريلانس. ممكن مهارة تشتغل بيها النهارده بعد شوية ما يبقاش عليها طلب، او تلاقيها مثلا بقت بتتعمل ببرامج مجانيه مش محتاجينك يعني. فهو زي الوظيفه بالظبط، انا مش شايف اي فرق فيهم. عايز اقول لك ان في ناس كتير في العالم يعني عايشين حياتهم هم معتمدين بالكامل على دخل الفريلانس، ما عندهمش وظيفه تانية غيره. والناس دي بتعمل الموضوع ده سواء في شكل تقديم خدمات او انشاء مواقع الكترونيه بتقدم خدمات برضو، او قنوات تواصل اجتماعي زي اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي. ممكن تفتح بيت يعني زيها زي الوظيفه العاديه وبتجيب لك دخل شهري حلو. طيب ايه المؤهلات بتاعه الوظيفه دي؟ يعني هل لازم يكون معايا شهاده ولا ايه؟ هقول لك لا، بس اهم حاجه هي كلمه هتسمعها كتير جدا في المجال ده وبرضه في كتير مننا يعني مش فاهمينها، اللي هي البورتفوليو. والبورتفوليو دي هتبقى هي الفاترينا او المعرض اللي هتحط عليه شغلك كله، وهي دي شهادتك الحقيقيه او معرض الاعمال بتاعك. يعني اي شغل انت بتعمله هتحطه في البورتفوليو دي، فلما بيدخل عليك عميل جديد اول ما بيشوف البورتفوليو بتاعتك بيعرف ان انت عملت ايه قبل كده واشتغلت مع مين، وخلاص هو عارف قدرتك عامله ازاي. طبعا لو عجبته بشغلك هتقدر تحدد معاه السعر اللي انت عايزه. هل الفريلانس عشان هو مصطلح يعني بالانجليزي كده هل لازم اكون ممتاز في اللغه الانجليزيه؟ لا مش شرط، لان فهمك للغه الانجليزيه هيفتح لك السوق العالمي. لكن لو انت ما تعرفش انجليزي خالص هتشتغل مع العرب بس، وما فيهاش اي مشكله خالص على فكره. الدنيا هتمشي معاك حلوه، وناس كتير بتشتغل مع عرب وبتحقق ارباح حلوه جدا. بس الانجليزي هيعلي قيمتك في السوق زي ما قلت لك كده، هتعرف توصل للاسواق اللي بره الشرق الاوسط. طيب ايه المهارات المطلوبه عشان ابقى فريلانسر في 2026؟ احنا بنتكلم عن معلومات حديثه طبعا مش معلومات قديمه. المهاره الاكثر طلبا في 2026 طبعا مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي. بس مش استخدام الذكاء الصناعي في انك تعمل صوره او تصمم فيديو القطه بتاكل جزره، لا. الفكره هي هندسه اوامر الذكاء الاصطناعي، يعني تكون بتعرف ازاي تحط الاوامر اللي بتطلع لك النتيجه اللي العميل عايزها. ودي طبعا مهاره مش بتيجي بشهادات ولا عشان انت مثلا خريج كمبيوتر ساينس او خريج هندسه كمبيوتر لا، فالمهاره دي عندك. لا، المهاره دي بتتعلمها مع الوقت وفي كورسات بتتاخد وهنتكلم عنها دلوقتي. المهارة التانية بقى هي تحليل البيانات سواء في المجال المالي أو أي مجال تاني. المهارة اللي بعدها وهي مونتاج الفيديوهات، وهي دي المهارة اللي أنت فعلا أي حد ممكن يشتغل فيها. وأنا هنا قصدي الفيديوهات القصيرة مش الفيديوهات الطويلة، لأن مونتاج الفيديوهات القصيرة بقى مطلوب جدا دلوقتي. يعني أي شركة عندها منتج جديد عايزة تعلن عنه، بدل بقى ما تقعد تجيب بقى حد يصور واستوديو والكلام ده، ممكن تستعين بواحد زي حضرتك ويخلص لهم الموضوع على طول في فيديو قصير كده يستعرض المنتج بشكل احترافي. موضوع المونتاج بتاع الفيديوهات القصيره ده من اسهل المهارات في التعليم من وجهه نظري، يعني لان النهارده في برامج بتعمل لك كل حاجه، انت ما بتعملش اي مجهود غير انك بتديها الاوامر فتطلع لك الفيديو المطلوب على طول.
فطبعا دي مهاره جامده جدا ومطلوبه قوي، ولو انت شاطر فيها هتفاجئ باسامي كبيره جدا بتتواصل معاك عشان تسوق لمنتجات. في كمان مهاره انشاء المواقع، يعني انك تكون بتعرف تعمل مواقع لاي عميل من الالف للياء. وغير المهارات اللي قلتها دي في كتير جدا جدا جدا، يعني مهارات لو اتعلمتها هتبقى في مكان تاني خالص، لان دخول الاي اي سهل الدنيا على الاخر، وبقى عندي مساعد ذكي النهارده بينفذ لي اي حاجه انا عايزها. بس خد بالك، كمل معايا الفيديو، اتمنى انك تكون دوست لايك زي الفيديو اللي فات كده، لانه بيفرق معايا جدا. طب انت عمال تقول لي تدريب وهشتغل وهعمل وهسوي، طب انا ما عنديش امكانيات. يعني فين الجهاز الخارق والبروسيسور العنيد والمدمج مع كارت الشاشه العملاق اللي هشتغل بيه؟ ما عنديش. هعمل ايه؟ هقول لك الموبايل اللي معاك ده ممكن تبدا بيه في شغلانات كتير جدا لحد ما تمسك اول فلوس، وبعدها تبدا تطور المعدات بتاعتك، تجيب لك بقى لابتوب كده. لكن البدايه ممكن تكون بالموبايل عادي خالص، سواء في مونتاج الفيديوهات القصيره او حتى تصميم الجرافيكس. طبعا كل ده هيكون باستخدام الذكاء الاصطناعي. واعرف ناس لحد النهارده شغالين بالموبايل بس، ولا جابوا اجهزه ولا حاجه، وشغالين بيه في كل حاجه. فابدا اتعلم المهاره الاول، وبعدين نبقى نشوف موضوع المعدات ده بعدين لما شغلك يكبر كده وتحس ان الجهاز اللي معاك ده مش ملاحق على الشغل، بيحلها حلال. طب هل اقدر اشتغل مع عميل اجنبي بسهوله؟ هقول لك ايوه، في منصات زي اب وورك وفريلانسر وغيرهم، كلهم بيسهلوا لك انك توصل للعملاء الاجانب، بشرط ان تكون المهاره بتاعتك كويسه جدا، وطبعا تكون بتعرف انجليزي عشان تعرف تتعامل مع العميل. يجي بقى النقطه اكيد كل واحد فينا بيفكر فيها، واللي بتخلي ناس كتير تبص للشغلانه دي وتقول ايه، طب لو النت قطع هعمل ايه؟ طبعا ده كلام مش علمي خالص، لان لو الانترنت قطع البنوك هتقف، وشركات الدفع الالكتروني هتعطل، حتى اجهزه الاي تي ام اللي في الشارع كله هيقف. انت ما تربطش شغلك بالانترنت بالشكل ده، لان ببساطه لو الانترنت قطع مصر كلها هتقف. سؤال كمان، هل سرعه الانترنت في مصر كفايه عشان الشغل ده؟ اقدر اقول لك ان في بعض المناطق السرعه فيها كويسه جدا، اما بقى لو شغلك بيعتمد على رفع وتنزيل ملفات كبيره فانت هتحتاج انترنت قوي جدا. لكن لو شغلك عادي مفيش مشكله، الانترنت في مصر هيكفيك وهيمشي معاك الحال. ندخل على اهم جزء في الفيديو، واللي هو لو انا عايز ابدا الفريلانس خطوه بخطوه هعمل ايه؟ اول حاجه هتحدد مهاره واحده، يا اما تكون فاهم فيها يا اما هتتعلمها وتفهمها. هتقولي طب هنتعلمها منين؟ هل هاخد كورسات يعني هدفع فلوس؟ هقول لك لا، كل ما عليك هتفتح اليوتيوب وتدور على كل الفيديوهات اللي بتشرح المهاره اللي انت عايز تتعلمها، هتلاقي آلاف الفيديوهات سواء من العرب أو من الأجانب. بعد كده نبدأ مرحلة التدريب، ودي بتاخد وقت شوية، وبالذات لو حاجة أنت لسه يعني إيه أول مرة بتتعرف عليها. التدريب بيبقى حسب الشخص بقى واستيعابه، وهي دي أصعب مرحلة في الشغلانة، لأن في ناس بتزهق وفي ناس كمان بتيأس وتفقد الأمل بسرعة من الأول كده على طول. لكن لو كملت وحاربت عشان تتعلم المهارة تعرف انك ما ضيعتش وقتك خالص. بعد التدريب وخلاص قدرت تعمل شغل محدش بيشوفه غيرك، او انت بتعمله يعني كأنك بتسلمه لعميل وهمي. هنفترض مثلا انك ايه بتشتغل في مونتاج الفيديوهات القصيرة، فنتخيل ان في عميل طالب منك فيديو معين لمنتج ما، وانت قعدت تعمله، وبعد ما عملته حطيت نفسك مكان العميل وانت بتستلم الفيديو، تبدأ بقى تشوف الأخطاء بتاعتك وتصلحها. وبعد 10-20 فيديو كده تبدأ تعرض الفيديوهات بتاعتك دي على المنصات زي فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وتشوف تفاعل الناس عامل معاها ازاي. بلاش تعرض شغلك على حد من معارفك او قرايبك او اهلك. ليه؟ لان في منهم اللي هيجاملك وفي منهم اللي هيحبطك، فبلاش، يعني هم مش هيفيدوك. ونقطه جانبيه كده، لو بتدور على خامات او برامج مونتاج او اي ادوات مثلا مجانيه تبدا بيها من الصفر، هتلاقي كل ده متوفر ومجاني بالكامل على الانترنت. بعد ما تخلص المرحله دي وتبدا يجي لك طلبات من عملاء، تبدا تحول الشغل بتاعك لاحتراف، لان انت خلاص بقيت تدخل فلوس. فتقوم عامل حساب على لينكد ان ويكون في كل المهارات اللي انت بتعملها، ومعاه لينكات لصفحاتك وشغلك عشان تبدا بقى تستهدف العملاء. ودي اول خطوات انك تجيب اول عميل بيه، لان النهارده اي عميل بيدور على جرافيك ديزاينر مثلا بيدخل على لينكد ان ويدور على الناس اللي البورتفوليو بتاعهم قوي. مش قويه يعني بمعنى ان هم بقى لابسين بدل كده وشكلهم شيك، لا، ولا حتى انه كاتب معاه شهادات الفلانيه من المكان الفلاني، لا، البورتفوليو القويه تكون بالشغل اللي فيها، لان لو شغلك عجبهم هيكلموك على طول. اما لو واخد شهادات بس كده بالاسم وما بتعرفش تشتغل هتتفقس على طول. وبالنسبه للكورسات اللي بنشوفها على الانترنت، انا شايف يعني انها هتكون كويسه جدا لو بتضيف حاجه جديده، يعني الكورس يكون في حاجه مش موجوده غير في الكورس ده، لان في الغالب كل حاجه موجوده بالمجاني على اليوتيوب، شرح، خامات، كله. بس انت ممكن تلجأ للكورس ده لو بيدي حاجه مش هتلاقيها غير عنده. وكمان اغلب الناس اللي رجعت لها وانا بجهز معلومات الفيديو ده كانوا بيقولوا ان الكورس المدفوع دايما بيبقى ملوش لازمه، الا بقى لو انت فعلا محتاج تفهم نقطه معينه ومش عارف حتى تفهمها بعد ما شفت شرحها على الانترنت، ساعتها ممكن تفكر انك تاخد الكورس. طيب ايه هي اكتر الاخطاء اللي المبتدئين بيقعوا فيها؟ اول غلطه هي انك تشتت نفسك، يعني تقول انا هشتغل دي وهتعلم دي واخد الكورس في دي وكورس في دي. لا، الكلام ده مش هيفيدك خالص. حدد حاجه واحده هي اللي انت هتتعلمها او اللي انت شايف انك هتقدر تتعلمها. الغلطه الثانيه هي الاستسلام السريع. في ناس اول ما تبدا او تلاقي الموضوع محتاج مثلا شويه مجهود بتسيبه على طول،
اللي هو الناس اللي اللي عايزه تقبض من اول ما تفكر انها هتشتغل. يعني المشوار طويل جدا وعايز صبر، ودي اهم نصيحه من كل الخبراء، الصبر. الغلطه الثالثه ان اول ما تفكر في مجال معين تقول لا انا مش هعرف اتعلم بنفسي، انا هروح اخد كورس على طول. ودي غلطه كبيره جدا، وبقولها لك من واقع تجربه شخصيه حصلت معايا، لان في حاجات كتير جدا تقدر تتعلمها بنفسك ومش محتاجه تدفع فيها فلوس. وبعدين ممكن تروح تاخد الكورس ده وتاخد الشهاده بتاعته وبرضه تلاقي نفسك محتاج تدريب عملي مكثف. وفي نقطه عايز اقولها لك مهمه جدا، وهي ان مش معنى ان معاك شهاده ورقيه كده او كرتون يعني في كورس ما، فده معناه انك هتدخل على اي مكان هتحط لهم الشهاده دي في وشهم فهياخدوك بالحضن على طول. الموضوع ده ممكن يمشي معاك وانت بتقدم في الاول، ولكن اذا كنت واخد الشهاده دي بالاسم بس فهتتفقس من اول شهر يا معلم. الشهاده شكل فقط لا غير. الغلطه الرابعه هي انك تضيع وقتك في مهارات ماتت واندفنت، زي ادخال البيانات، الترجمه الحرفيه، لان ببساطه كل ده مات وبقى في برامج بتنزل على الموبايلات بتنفذ الكلام ده كله من غير ما تدفع ولا مليم. وجوجل ترانسليت ما قصرش بصراحه، حاول تختار مهاره ليها عائد كويس ومطلوب، ركز على كلمه مطلوبه دي. طيب عملت كل ده ولسه البروفايل بتاعك ما بيجيبش عملاء او ما بيجيبش شغل، يبقى غالبا المشكله في البورتفوليو نفسها، في الفاترينا، او اللي لازم تكون شكلها احترافي وتبين بوضوح انت متخصص في ايه وبتعمله ازاي. لان هدف البورتفوليو دي في الاخر ان العميل اللي يدخل يعرف انك متميز جدا في المجال ده، وساعتها هتلاقي العملاء دول هم اللي بيجروا وراك سواء من مصر او بره مصر، وتقدر ساعتها بقى ترفع اسعار خدماتك زي ما انت عايز، لانك خلاص بقيت بتقدم قيمه حقيقيه وكمان احترافيه. طيب درسنا اسعار الخدمات وعرفنا لو انا مبتدئ هاخد كام ولو انا محترف هاخد كام، ومع الكلام ده درسنا اسعار المنافسين. نبدا بقى نحط الاسعار المنطقيه بتاعتنا، احنا لسه بادئين واللي تشد اي حد انه يشتغل معانا. ممكن كمان تقول ان اول خدمه ليك هتكون متقدمها مجانا، كانه عرض تسويقي لمهاراتك كده، بحيث ان العميل يجرب شغلك وهو متاكد انه مش هيخسر حاجه. ده هيشجعه انه يتعامل معاك، وبعد اول شغل لو ارتاح لك حاسس ان الشغل كويس هيبدا يطلب منك شغل تاني، احتمال كمان يرشحك لاصحابه ومعارف. بعد ما وصلت اني هبدا اعرض شغلي وانا متاكد من ادائي ومدي لنفسي تقييم حقيقي، ازاي اسعر خدماتي وانا لسه ببتدي؟ اول حاجه لازم تحسب التكلفه اللي هتدفعها على اي حاجه في الشغل ده، سواء وقت، مواصلات، اشتراكات انترنت، خدمات، او اي مصاريف تتعلق بشغل الفريلانسر. وبعد كده تشوف المنافسين بياخدوا كام وخلي سعرك في البدايه اقل منهم بشويه، عشان الناس تبقى حاسه كده ان في حاجه تخليهم يجربوه. يعني ايه اللي هيخليني اسيب واحد انا مجربه قبل كده وعارف اسعاره وعارف شغله واروح لواحد لسه بادئ جديد، غير ان الاقي سعره اقل من اللي كنت بتعامل معاه؟ بعد ما تبدا تتعامل مع عملاء كتير ويبقى ليك اسم وسابقه اعمال، ابدا بقى ارفع اسعارك بالتدريج. موضوع رفع الاسعار ده بتعمله لما تلاقي ان جدولك اتملى وبقيت تضطر انك ترفض شغل لان وقتك مش مكفي، دي بتبقى علامه انك لازم ترفع اسعارك على طول لانك بقيت مطلوب. طبعا اكيد هيقابلك عملاء متعبين، واحد يقول لك مثلا لا عدل دي، لا غير دي، لا اعمل دي تاني. في الموقف ده لازم تبقى دبلوماسي جدا، تحافظ على علاقتك بالعميل. لكن طبعا لو لقيت عميل بيطلب منك تعديلات ما اتفقتش عليها من الاول او بيعطلك من غير اي سبب، ساعتها ممكن تعتذر له باسلوب محترم وابعد تماما عن النوعيه دي في الشغل. وبرضه في نوع تاني ممكن تكون عملت معاه الشغل وبعته له وهو اختفى من غير ما يحاسبك، هي دي للاسف ملهاش حل في الاول، وارد جدا تحصل معاك مواقف زي دي وكتير، لكن مع الوقت ولما يبقى ليك اسم هتقدر بقى تطلب عربون قبل ما تبدا، الباقي بعد ما تسلم الشغل. والعربون ده طبعا هيبين لك اذا كان العميل ده جاد فعلا ولا لا. وعلى فكره في صديق للقناه هنا بعت لي معلومات عن اسعار المونتاج للفيديوهات القصيره عشان تاخد رؤيه كده وتعرف انت ممكن توصل لدخل عامل ازاي، وقال ان الاسعار دي ليها مستويات. يعني ممكن مثلا لو هتبدا ان انت لسه خبره قليله تبدا من 25 جنيه للريل الواحد اللي هو بيكون دقيقه واحده. طبعا انت شايفه حاجه بسيطه، بس بعد ما تبقى خبره اكتر ومهارتك تعلى هتوصل من 150 ل 250 جنيه للدقيقه الواحده مونتاج، وبعدها تدخل على المستوى المتوسط واللي ممكن يوصل من 1500 ل 2000 جنيه لمونتاج الفيديو الدقيقه الواحده. انت متخيل دقيقه واحده بس ب 2000 جنيه؟ ولما تبقى محترف وتشتغل مع براندات وشركات كبيره الاسعار دي هتعلى بشكل لا تتخيله. نيجي بقى لاهم نقطه واللي كلنا مستنيينها، وهي كام متوسط الدخل الحقيقي للفريلانسر في مصر سنة 2026. هنقدر نقول ان هو لو لسه بيبدأ وبعد فترة تدريب مثلا من 6 شهور لسنة ويكون أتقن المهارة تمام التمام، ممكن يكون دخله من 150 ل 400 دولار أمريكي شهريا. يعني لو هنحول الأرقام دي بالمصري يبقى ممكن دخلك الشهري يبقى من 7500 ل 20000 جنيه في الشهر. انت كده لسه مبتدئ. اما الشخص المتوسط واللي بقاله مثلا 2 أو 3 سنين في المجال فممكن دخله يبقى من 500 ل 1500 دولار شهريا، يعني بمعادله المصري 25000 ل 75000 جنيه تقريبا، وده حسب سعر الدولار طبعا النهارده. اما المحترف بقى فممكن يعدي 5000 جنيه شهريا، يعني بالمصري 250000 جنيه. ده طبعا حسب المجال اللي بيشتغل فيه ونوعيه العميل اللي بيتعامل معاه، يعني سواء جوه مصر او بره مصر. يعني اللي عايز اوصله لك انك لو نجحت في الموضوع ده يبقى كانك عملت عقد عمل وبتشتغل بره بس قاعد في بلدك.
انت دلوقتي ما تبصش على الارقام دي وتتخض، ركز انك تتعلم مهاره مطلوبه، ودي خلاصه الفيديو بصراحه. يعني لو عايز يجيلك الارقام دي، يعني حضرتك قاعد في البيت ومش لاقي شغل، او انت قاعده في البيت وعندك وقت فراغ، افتحوا الانترنت وشوفوا المهارات المطلوبه وتعلموها كويس، وبعد كده اعملوا حسابات على المنصات، وان شاء الله يجيلكم عملاء بالهبل ويبقى عندكم شغل كتير. طيب، سؤال مهم جدا في الموضوع ده، وهو هل الفريلانس قانوني في مصر؟ ايوه طبعا قانوني، وعايز اقول لك انك ممكن تستلم فلوسك بالدولار الامريكي عادي خالص، ومحدش بيقول لك اي حاجه وكله تمام التمام. وبتستلمها كمان عن طريق تحويل بنكي على حسابك الشخصي، او حتى ممكن تستلم ارباحك بالجنيه المصري على محفظه الكترونيه زي فودافون كاش، اورنج كاش، الحاجات دي. وده لو انت هتتعامل مع ناس جوه مصر، لكن لو بتتعامل مع ناس بره يبقى لازم تعمل حساب بالدولار. طب هل الشغلانه دي اللي هي الفريلانس عليها ضرائب؟ ايوه طبعا عليها ضرائب، ما هي شغلانه. بمجرد ما بتوصل لقيمه معينه في السنه يبدا يتفرض عليك ضريبه، وده لانهم بيعتبروك بتقدم خدمه، والقانون المصري حاليا بيعتبرها من المهن الحره. ومصلحه الضرائب كمان عامله تسجيل للناس اللي بتشتغل في المهنه دي، تعمل لهم بطاقه ضريبيه كمان باسم النشاط. وعايز اقول لك ان يوتيوب يعتبر من مهن الفريلانس وليه بطاقه ضريبيه، يعني الموضوع ما فيهوش اي مشكله قانونيه. يعني انا لو طلعت بطاقه ضريبيه فانا بدفع الضرائب اللي عليا وكله تمام التمام. بس طبعا انت مش محتاج تعمل سجل تجاري، ودي ميزه، ولا شهاده قيمه مضافه والكلام ده، لان ما عندكش اصلا مقر وانت شغال بشكل فردي، فمش محتاج تأسس شركة أصلا ولا تعين موظفين، إلا طبعا بقى لو شغلك كبر واضطريت إنك يبقى معاك فريق عمل. يعني ساعتها بقى تعمل سجل تجاري وهتعمل اشتراك في التأمينات الاجتماعية والكلام ده كله، لأن خلاص أنت هتبقى بتتعامل كأنك شركة فيها موظفين. بس حاليا الأوراق الحكومية للشغلانة دي هي البطاقة الضريبية. طب أنا لو أقل من 18 سنة هل ممكن أشتغل الشغلانة دي؟ طبعا ممكن تشتغلها. ممكن تعمل حساب باسم والدك او والدتك وتتعامل بيه عادي خالص وتقبض ارباحك عليه، وده افضل حل عشان تقدر تستلم فلوسك من غير اي مشاكل. اخر حاجه هنتكلم عنها وهي ليه 90% من الناس بتفشل في الفريلانس. اول حاجه لانهم بيستعجلوا النتيجه، يعني اول ما يدخل المجال عايز يقبض على طول، وممكن يقعد شهور بيتعلم وبعدها يبدا يقدم شغل ويبقى عنده عملاء، لكن حاسس ان هو الدخل قليل، او مثلا القيمه اللي بيقبضها مش زي ما قالوا له في الاول، فيجي له احباط ويقوم مبطل شغل ويبطل يطور نفسه كمان، مع انه ممكن يكون بيجي له مثلا $100 كل شهر او كل شهرين، بس هو حاسس برضه انه بيضيع وقت. بس الحقيقه واللي شفتها مع نماذج كتير جدا بتشتغل الشغلانه دي، ان غالبا انت بتكون قريب جدا من لحظه النجاح والانفجار، لكن بتزهق قبل النقطه دي بحاجه بسيطه. اما بالنسبه للمنافسه فهي رزق من ربنا زائد اجتهادك انت واصرارك انك تنجح وتظهر وسط العمالقه اللي حواليك. وبالمناسبه الكلام ده بينطبق على كل المهن اللي على الكره الارضيه، مش الفريلانس وبس. طيب هل الفريلانس يستحق انك تتعلمه؟ هقول لك ايوه يستحق، وبجداره كمان، ويستاهل تضيع وقتك فيه، لان احيانا شغلانه الفريلانس اللي انت بتعملها دي ممكن تجيب لك 3 أو 4 اضعاف مرتبك اللي انت بتاخده من وظيفتك اللي قاعد فيها على المكتب. وبس كده يا سيدي، خلص الفيديو، اتمنى يكون مفيد ليكم. وعايز اقول لكم ان المعلومات اللي في الفيديو ده يعني جايه من ناس شغاله في المجال ومن حاجات انا جربتها بنفسي، فلو عندك اي معلومه ما تبخلش بيها علينا في الكومنتات. ولو الفيديو عجبك شجع المحتوى وادي اللايك التمام، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.